برائے سلامتی مومنین مومنات زائرین زائرات شرکائے مجلس خطبائے مجلس نوحاخان مجلس ماتمداران مجلس تمام مومنین اور مومنات صلوات الفاتحہ لشہداء کربلا بسم اللہ ایک سورہ فاتحہ ان مومنین و مومنات کے لیے اور ان کے مرحوم اور مغفورین کے لیے جنہوں نے نیاز میں شرکت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ بجلال اللہ واعوذ بکلمات اللہ اعوذ برسول اللہ انی واثق باللہ وبرحمت اللہ وبنبی عربی ورسول مدنی بأخیہ اسد اللہ مسمی بعلی وبزہرا وبتول وبأم ولدتها وبسبتیہ وشبلیہ ہما نجل زکی وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسیٰ ورضاء وتقی ونقی وبذی العسکری والحجة القائم بالحق صلوات الذي يضرب بالسيف بحكم نسكي وتقبل بقبول حسن رب دعانا بعلي 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 صلوات۔ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اعزا و اقربا کی طرف سے، سفارش کنندگان کی طرف سے، ہر مومن اور مومنہ کی طرف سے، ہر زائر اور زائرہ کی طرف سے، ہر اس مومن اور مومنہ کی طرف سے، اور ان کے مرحوم اور مغفورین کی طرف سے جنہوں نے نیاز میں شرکت کی ہے، تا اس فرش عزا پر آنے والے تمام شرکاء کی طرف سے، خطبہ کی طرف سے، نوحہ خانوں کی طرف سے، ماتمداران کی طرف سے، تمام انبیاء کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے، امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے، قربتاً اللہ تعالی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ وابن خیرتہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین صلوات۔ السلام علیکم ابنا، السلام علیکم آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیکم والارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار صلوات۔
یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرضیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحال لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله امر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت والجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب آثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة صلوات یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المومنین وإلی فاطمہ وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن قاتلک ونصب لک الحرب وبالبراءۃ ممن اساس الظلم والجور علیکم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منه وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم مني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فاسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة صلوات وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب آثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته
مصیبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن يوم العاشوراء تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله وفي كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين ويوم العاشوراء فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام صلوات اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدع به اولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة عمر بن سعد وشمرا وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات عزیزان گرامی، یہ ہمارا 22واں سالانہ عشرہ محرم الحرام اس سال یکم محرم سے لے کے 5 محرم تک علامہ شیخ تسخیر حسین صاحب نے خطاب فرمایا تھا. آج سے لے کر 11 محرم تک انشاءاللہ علامہ
کرم علی حیدری صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ اس حسینیے کی بقا کے لیے اور اس کی وسعت کے لیے خصوصی دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم اسی طرح یہ عزاداری یہاں کربلا میں برپا کرتے رہیں، اور مومنین و مومنات جو تعاون فرما رہے ہیں اس میں مولانا تسخیر حسین صاحب اور مولانا کرم علی حیدری صاحب اور تمام مومنین و مومنات ہمارے جتنے بھی والنٹیئرس ہیں ان کی سلامتی کے لیے صلوات۔